حكايه. بصراحه انا عايزه ادوق بالصوص. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك والجرس واحلى كومنت عشان يوصلك كل جديد. سلام. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في حياتي نعمة. بحبكم في الله. انا دلوقتي بقى حطيت معلقة خميرة على معلقة سكر كبار كده وربع كوباية مية ودوبتهم وسبتهم يخمروا. وهنخل بقى ايه الدقيق بتاعنا اللي النهاردة العيش اللي هنعمله النهاردة بتاع السجق في البيت مش في الفرن. ماشي. انا هنخل بقى كيلو دقيق. بركة ربنا كده. كل عام وانتم طيبين. وديت بقى ايه، احنا بنعمل حاجات تنفع في رمضان، فطار سريع كده وحاجات لذيذة وتشبع. هندخل بقى الدقيق كلته ببركة ربنا كده والحمد لله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم بلغنا رمضان احنا والمسلمين اجمعين، اللهم امين. حطيت بقى ايه، معلقة ملح صغيرة. وهنزل بقى بمية دافية شوية بشوية. انا هعجن بمية دافية عشان الجو ساقعة، عشان العجين يهم معايا بسرعة ويخمر بسرعة. ماشي. هلف بقى ايه الدقيق كلته كده شوية بالمية، وبعد كده ايه هنشوف هنعمل ايه. هحط بقى الخميرة فارت اهيت وخمرت. في الايام اللي احنا موجودين فيها ديت الله المستعان، يعني كل حاجة بقت غالية جدا وتكلفة كل حاجة بقت غالية. فاحنا بنحاول نعمل كل حاجة اقتصادية في البيت ونوفر فيها. طبعا العيش ده عشان انا اعمله في الفرن طبعا هيتكلف الرغيف لوحده فاضي بجنيه وربع. يعني هيحط لي فوق رغيف وتحت رغيف، فالعيش الرغيف لوحده العيش هيتكلف 2 جنيه ونص. ده غير عمايله. يعني الرغيف هيتكلف يجي 5 جنيه. وطيب 5 جنيه مع كل، مع حتى لو 10 ترغيفة، ال5 جنيه هيعملوا ايه؟ لا حرام، 10 ترغيفة 50 جنيه، لا لا لا. طب نعمل ايه؟ لا كيلو الدقيق بكام؟ ب17 جنيه. وهناخد كمان شوية خميرة، كيس خميرة ومعلقة سكر، يعني كل الحكاية مش هتتكلف 20 جنيه. ماشي. انا حطيت بقى معلقتين زيت مع العجن وايه وعجنتها كويس جدا وخدمتها كويس جدا في العجين. بصوا ملمسها طري وجميلة جدا وايه وخمرانة كده وحلوة. ماشي. ودهنت وشها وشوية زيت عشان ما تلزقش في الكيس اللي هحطه فيه. وغطيتها بكيس وهحطها كمان اغطيها بحته قماشة نضيفة كده او بفوطة. ماشي. انا بقى عايزاها تخمر بسرعة عشان هما جعانين. هعمل ايه؟ هغلي مية واحطها في الطبق واحط العجينة فيها. هتخمر بسرعة. او ولعي الفرن وطفيه وحطي العجينة. ماشي. هبدأ بقى ايه احضر الخضار بتاعي. فلفل الوان، مفيش الوان اخضر ماشي. في الوان يبقى خير وبركة. كله بيدي طعم حلو وكله فيتامينات في الاكلة. ماشي. هنبدأ بقى ايه نقطع الخضار بتاعنا ده. لا بصل، 3 بصلات حلوين كده. هنقطعهم ايه جوانح. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بحبكم في الله. ما تنسوش بقى الاشتراك والكومنت الحلو. انا يعني بصراحة ببقى مبسوطة جدا لأي كومنت بيجيلي وبيدعمني كده، والاشتراكات لما بتزيد ببقى مبسوطة. والله مش هيجرى اي حاجة لو انت نزلت وحطيت الاشتراك وفعلت الجرس عشان يوصلك كل فيديو كل حاجة احنا بنعملها، تنفعك او مش هتنفعك تنفع غيرك. والمعرفة احسن من اللي ما نعرفوش. قطع بقى ايه ال3 بصلات دول كلهم كده ايه جوانح رقيقة كده عشان ايه تدوب في السندوتش وما تبقاش تخينة. السجق يستوي والبصلة ما تستويش. ما هو احنا لو استنينا عشان نجيب من اللي بره بصراحة غالي جدا. السندوتشات غالية جدا يعني. السندوتش يعمل له 35 40 جنيه. طب وليه؟ انا ب35 40 جنيه انا ممكن اعمل. شوفي بقى مع العدد اللي انت هتجيبيه، لو كل واحد رغيفين حتى 10 ترغيفة، يعني شوفي بقى كل واحد هتبقى كام يعني. 300 جنيه ولا 200 جنيه حتى. لا احنا جبنا اللحمة وايه
او السجق، لو كانت لحمة مفرومة حواوشي او سجق او بسطرمة وجبنة تركي. يعني العيش ده ممكن يتعمل فيه حاجات كتير، حواوشي باللحمة، حواوشي بالسجق، حواوشي بالجبنة التركي والبسطرمة، بيبقى تحفة جدا جدا جدا. انا بفرط بقى ايه كده البصل من بعضه، اعمل ايه، اقطع الفلفل بقى برضو هقطعه جوانح زي البصل بالظبط، عشان كله يبقى تقطيعة واحدة ويستوي كلته مع بعض. وان مفيش اصفر ولا اخضر ولا احمر، يمشي الاخضر بس، مش هنقف في حاجة يعني. انا بشيل الحتت البيضة كده بتاعت الايه، الفلفل. يا بركة ربنا. طبعا تجهيزات رمضان بقى وشغل رمضان. طبعا بنيجي بقى ايه ساعة الفطار، نفضل نجهز نجهز نجهز، وفي الاخر كوباية التمر او العصاير وكان الله بالسر عليه. بس احنا بنحب نطعم السفرة بتاعتنا وبنطعم اكلنا عشان الاولاد، وعشان طبعا ايام مذاكرة وايام امتحانات. ف... فربنا المستعان يعني. رب بحبكم في الله، يعني وجودكم في حياتي نعمة بصراحة يعني. الله المستعان على الأيام اللي احنا فيها ديت، بس والله هتعدي بخير إن شاء الله. بركة ربنا موجودة في كل بيت. قطع بقى ايه شوية طماطم كده حلوين، خلصنا الفلفل ونقطع الطماطم كمان. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم بلغنا رمضان واحنا بكل خير وبصحة، خلينا أولادنا وينجحهم يا رب، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. هقطع بقى ايه السجق بتاعنا بقى، ايه البطل بتاع الأكلة بتاعتنا النهاردة. معلش هي مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر حسب ما الإمكانيات تتيح، فلازم يعني ايه من وقت للتاني كده نطعم يعني الأكل كده ايه بحاجة دسمة شوية، مش هنفضل بقى مقضيينها أرديحي يعني، لازم كده. هقطع بقى السجق كده مكعبات. عشان يستوي سريع وايه، وتبقى اللومة كده ايه مليانة. يا بركة ربنا. انا هقطع بقى السجق كلته وارجع لكم تاني عشان ايه ما اطولش عليكم تزهقوا مني. ماشي. وانا كده خلصت السجق كمان، قطعته كلته اهوت، كمية حلوة وكويسة يعني. وادي شوية الخضار بتوعنا الحلوين اللي كلهم فيتامين. حطيت بقى ايه ربع، بصوا ربع القرن الفلفل، عشان انا عندي طبعا اطفال وهم ما بيحبوش الحامي، بس عشان يدي ايه طعم كده والنكهة كده حلوة. إيه يعني مشطشطة حاجة بسيطة كده. احط بقى ابهر بقى ايه. طبعا السجق كله بهارات، فانا مش هحط بهارات كتير، هو ملح وفلفل، معلقتين ملح كده كويسين، عشان طبعا السجق فيه ملح وفيه بهارات وفيه فلفل اسمر وفيه كل حاجة، بس احنا عشان الخضار ما يبقاش عادي. ومعلقة فلفل اسمر. هنحط بقى ايه شوية بهارات بقى ايه لحمة. بهارات اللحمة فيها كل حاجة، فانا هحط شوية صغيرين برضو، عشان ايه ما كترش من البهارات وتضيع طعم الاكلة. شوية بهارات لحمة كده، معلقة صغيرة كده. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضيها عشان تتجانس مع بعضها كده ايه وتشرب من الملح
والفلفل والبهارات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا انزل بقى دلوقتي، اي حد بيتفرج عليا انزلي او انزل، حط الاشتراك وحط اللايك وارجع تاني كمل الفيديو. انا هستناك لحد ما تنزل وترجع تاني تتفرج على الفيديو. قلب بقى ده كلته كده تقليبه ايه عظيمه كده، عشان ايه كله يتقلب في بعضه، وما اجي احط في الساندوتش ما احطش حاجه وحاجه لا. شويه خضار بصراحه يتاكلوا كده ايه حاف، شكل الطبق يفرح. والعين بتاكل قبل ايه، قبل البق. يلا اه، ابدا بقى اجيب العجينه بتاعتي بقى كده ايه، واشوف الدنيا ماشيه ازاي، عشان ربنا يسهل لنا ونخلص وايه ونتغدى، ونقعد بقى نشوف اللي ورانا ومذاكرتنا وامتحاناتنا اللي ورانا. شوف العجينه بسم الله ما شاء الله اهي خمرت بسرعه. بصوا مسافه ما انا بس قطعت الخضار كانت العجينه خمرت. ليه؟ لان حطيتها في طبق فيه ميه سخنه فخمرت بسرعه. اعملها بقى ايه حسب العدد اللي انا عايزاه. انا هقسمها 10 كور على عدد افراد الاسره. انت بقى ايه بتحبي تعملي ايه زي ما انت عايزه. العجينه اللهم بارك فيرانه وخمرانه كويس جدا وايه تحفه. العجينه ملمسها تحفه. يلا هنفرد. بصوا يوسف بيتفرج عليا بقى، عايز ايه يتفرج. يوسف بيحب يقف معايا في الحاجات دي قوي. افرد بقى ايه الرغيف بتاعي كده يعني ما رققوش قوي برضو، خلوا سمكه كويس عشان ايه يبقى محمل كده وما يطلعش الصوص بتاع طبعا البصل والخضار ده كلته هينزل ميه، فعشان ما يطلعش الصوص بره بتاع الخضار. كده كويس قوي. يلا هنحط الحشوه بتاعتنا بقى الجميله العظيمه ديت. بسم الله. نحط بقى شويه الخضار، بصوا مرصه حلوه كده. اه سندوتش مية مية يشبع والله العظيم. السندوتش ده انا ممكن يعني السندوتش ده وخلاص على كده، يعني هو مشبع. خضار وسجق وعيش يعني وجبة متكاملة يعني. بالشوكة بقى ايه من على الطرف كده وتقفليه كده ايه بالشوكة عشان ايه ما يفتحش ويطلع ايه الصوص بتاع الخضار بره. ده الرغيف بتاعنا مية مية وجميل اهو. احط بقى ايه في الصاج بتاعي، واعمل لكم ايه كمان واحد بقى جاي كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة ربنا. بصوا بيتفرد بسرعة ازاي، لو ما كانش خمران ما كانش يتفرد بسرعة كده، كان يلم معاكي تاني. لكن هو بصي العرق فيه خليه يفرد كويس جدا اهو. بصوا سريع سريع كده اه، مترققهوش قوي. حاولي تاخدي من كل الخضار عشان ايه يبقى كل حاجة فيها طعم. انا بحاول اظبطه كده عشان ما ايه يبقاش فاضي.
بظبط الطرفين على بعض كده، وبالشوكة برضو هقفل طرف الرغيف. الله المستعان. شاطرة يا نوج، شاطرة. ايه الجمال ده، الحلاوة دي. ايوه كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، بصوا التحفة ده. اهو دهنت الوش بقى ايه بحبة لبن بسيط كده، ورشيت عليه حبة البركة وسمسم، وادي الشكل النهائي. وبألف هنا. حكاية بصراحة أنا عايزة أدوق الصوص. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك والجرس وأحلى كومنت عشان يوصلك كل جديد. سلام.